ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، صلاة نحل بها العقد ويفرج بها الكرب، اللهم امين. مين اللي انتي حطاهم على الصورة دي يا رحمة؟ دول نجوم اليوتيوب. وهم ترند اليوم، البورسعيدي والمحلاوي ومراتهم وحورية وسلمى، ناس غريبة كده للأسف بيطلوا علينا. خلصنا من مشاكل الحفرية ونشوى ومضني ومجنى. طلع لنا بقى أستاذة حورية وأستاذة سلمى، وهما بيوقعوا الرجالة الكبار في بعض، أستاذ محلاوي وأستاذ اسكندراني. لا يعني ما علينا، واحد تاني من الناس الغريبة دول اللي هم أشكالهم هم أقرب ببلطجية في أصغر من أصغر حارة. الناس دي بيتخانقوا على اليوتيوب ولايفات وشتيمة وقلة أدب بقالها فترة طويلة جدا. وصل بيهم الحال امبارح بالليل ان هم بدأوا طلعوا لايف وهم بيجروا ورا بعض وهم بيتخانقوا مع بعض قدام أولادهم اللي هم أصلا بيتخانقوا عليهم. والحال وصل ان هم في الآخر واحد قتل التاني. يا جماعة الموضوع بدأ يبقى فوق مخيلتنا، يعني احنا هنتكلم على اليوتيوبر اللي احنا كنا بنقول عليهم ان هم عاملين مشاكل وقنوات النقص اللي بتطلع ما بتصدق تلاقي لحم حد تتكلم عليه. لا دول طلعوا اصغر من اصغر مشكلة من المشاكل اللي احنا شايفينها من امبارح. ظلم غدا مرات المحلاوي ومش عارفة البورسعيدي بيتكلم في شرف مش عارفة مرات مين، كمية حاجات وكمية كلام وألفاظ رهيبة أدت في الآخر إن واحد يموت التاني، واحد بين الحياة والموت والتاني مسجون ومقبوض عليه. الناس دي موجودة على اليوتيوب ليه وبيعملوا ايه وفين محتواهم؟ يعني أنا دخلت عشان أشوف محتوى، أنا مش لاقية محتوى. أنا داخلة لاقية كل القناة عبارة عن اتنين بيتخانقوا مع بعض في لايفات، ده بيعمل لايف يشتم في ده وده بيعمل لايف يشتم في ده. الوضع بقى صعب جدا جدا يا جماعة. احنا فين؟ احنا ليه وصلنا للحالة دي؟ الفلوس جننتكم للدرجة دي؟ طب ما تطلعوا تعملوا محتوى، ما الناس كلها بتعمل محتوى واحنا قابلينهم، وفي قنوات بينتقدوهم وبيعملوا حاجات صح وبيعملوا حاجات غلط، بس احنا قابلينهم. احنا كنا قلنا ان اقصى حاجة وصلنا لها هي القنوات الحفرية وقلاضيشها واللي حواليها واللي بيتخانقوا معاها وبس. لا ده الموضوع طلع اكبر واوسع من الحفرية كده، انتوا على جنب خالص. اهي دي واحدة مثلا عقربة طالعة بتتكلم وانا ماليش دعوة، وهي اصلا هي اللي مسخنة الناس في بعضها. واحدة عايزة عيالها وهي اصلا سايبة عيالها عشان تروح تتجوز واحد تاني. خلت في الاخر وصلنا لجريمة قتل، فعلا جريمة قتل يا جماعة. لو تشوفوا مناظر الناس سرسجية، انا اسفة في الكلمة يعني. ما احنا خلصنا يا فندم من اللي بيحصل، وخلصنا من الناس التانية وقلنا خلاص قدرنا عليهم. قنوات النقد بتلمهم شوية، ودي قنوات النقد سيبونا دينا نسيبهم يسترزقوا. بس الوضع بقى صعب، الناس بقت يعني بتجري ورا الناس اللي بيتخانقوا مع بعض، سايبين القنوات اللي بيعملوا فيديوهات وبيعملوا مواضيع وبيعملوا محتوى. لا احنا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا عايزين الناس اللي بتتخانق مع بعض. خلصنا من ست صدفة وخناقاتها وشتمتها في اللايفات، واي حد يجي او اي مشاهدة تكلمها كلمة ما عجبهاش تشتمها بامها وابوها. وده الغلط مننا احنا، عشان احنا بنخش نستفز واحدة زي دي، احنا اللي بنخش لها برجلينا. ففي الاخر بتشتم وتقول الفاظ، هي واخوها طالعين بيقولوا اقذر الفاظ في لايفات، وسكتنا وخلاص وقلنا ملهاش كاسر وملهاش اهل. تطلع يقولوا ان هي اتطلقت، قنوات النقد هتموت وتتطلق. وحشة صدفة بتتفرجوا عليها ليه؟ بتخشوا لها ليه وتعملوا لها مشاهدات وتخليها تاخد فلوس على قفاكوا ليه؟ انتوا يا قنوات النقد لما هي وحشة بتتكلموا عنها ليه؟ عشان الناس، ما انا انت هتتكلمي عنها فانا هخش اشوف مين دي، انا هكسبها، انا هعمل لها محتوى. واحد اتخانق مع امه عشان مش عايزه تعمل قناه على اليوتيوب، مش عايزه تعمل قناه على اليوتيوب، والراجل معاه حق في القرف اللي احنا بنشوفه. فلا امه تطلع تسب وتلعن فيه، فيضطر هو يطلع يرد، فامه ترد، فهو يرد، فامه ترد. فالناس تبدا تشتمهم، يبداوا يدعوا عليهم بان هم إن يحصل لهم بلاوي الدنيا. ففعلا تيجي مراته تولد بنتهم تموت. فالناس تخش، الناس تخش يعني تقول احسن، ويبقى اكنها بتشفي جليلها ان طفلة ماتت بلا سبب.
أستاذة نشوى واللي بيحصل والدلع والهق والمق، وفي الآخر لقت نفسها مش طالعة ترند بقالها فترة فقالت تعمل محتوى ويلا عربية إسعاف وهوب تاني يوم تقوم زي الفل تبقى كويسة. مفيش تاني لسه مفيش ترند برضه ما سمعتش، طب يلا نطلع مصيف، ايه ده برضه ما سمعتش، لأ يلا نعمل خناقة مع أستاذ علي عشان نطلع بقى ترند قوي بقى، ده اللي هيجيب الآخر بتاعنا. قنوات بقى النقد والقرف، طبعا أم جانا دي في حتة تانية لوحدها، هي طالعة تاكل وتتفرج وطالعة تاكل وتجيب مشاهدات وتجيب شقق، تطلع لايف تاكل تجيب مشاهدات تجيب فلوس تجيب شقق، ده اللي احنا عايشين عليه مع أستاذة أم جانا، وهي قاعدة شغالة، سيبوها في حالها يا جماعة، سيبوها. لأ قنوات النقد مش سايبة بقى، أنا عايزة استرزق، فاعمل ايه، فاقطع في لحم الناس، حتى لو الناس دي بتعمل حاجة غلط والمشاهدين مش واخدين بالهم، يلا نحط الميكروسكوب كده على الحاجة دي ونقول لهم بصوا بتعمل ايه. بنت استاذة نشوى طالعة في فيديو بتعمل مقلب، اقسم بالله انا اتفرجت على الفيديو ما كنت واخدة بالي، قناة النقد طلعت قالت دي طالعة بملابس، دخلت هنا اتفرج، ايه ده تصدقوا فعلا، انتوا اللي بتورونا، انتوا اللي بتقولنا بصوا هي بتعمل ايه، ليه، وتطلعوا تقولوا هم غلط وهم وحشين وهمهم الدولار، امال انتوا همكم ايه حضراتكم. قنوات النقص فعلا، والفكرة ان معظمهم ستات هم قاعدين بحس ان قنوات النقد دول ستات قاعدين على المصطبة، ما بيعملوش حاجة غير ان هم فعلا قاعدين على المصطبة. يا جماعة ارحمونا شوية، ده ما بقاش يوتيوب، ادوا فرصة، وسعوا كده وسعوا مكان للناس اللي عايزين يعملوا محتوى، وسعوا مكان للناس اللي طالعة فعلا تعمل حاجة مهمة، وسعوا مكان الناس اللي طالعة تعمل وصفة حلوة، طالعة توري بيت هادي محترم، لكن كله خناق وشتيمة ومشاكل وقرف، ايه القرف اللي انتوا فيه ده، ايه القرف اللي انتوا فيه ده، تعبنا بقى، تعبنا بقى لنا 6 سنين على اليوتيوب مش عارفين نعمل محتوى عدل، مش عارفين نطلع، مش عارفين نفعل قناة، احنا زهقنا بقى من اللي بيحصل ده، ولا محلاوي ولا عرباوي ولا زفت الطين على دماغكم، سيبولنا مكان بقى يا جماعة. انا اسفة طبعا انا بتكلم بحدية، بس الموضوع بقى اصعب من ان حد يتخيله، الموضوع بقى صعب قوي، سيبولنا مكان بقى ونضفوا اليوتيوب ده لازم ينضف، لازم ينضف بالمشاهدين اللي هيبطلوا يتفرجوا على الاشكال دي، فبالتالي مش هيلاقوا مشاهدات فهينزلوا. انا في عيله انا بشوفها كده لقطات، العيله دي شكلها يعني جايه من الصفر، بس هم في حالهم، هي عيله مع بعضهم بيطلعوا مصايف يطلعوا يجيبوا حاجه، والله العظيم ما ليهم مشاكل، مع انهم مش مستوى وايه ده لا، هما مع نفسهم كده عندهم مشاهدينهم، ما بيعملوش مشاكل، بيطلعوا يطلعوا مصيف يخرجوا يعملوا حاجة في منتهى الهدوء. خلينا نعمل محتوى، عايزين تعملوا محتوى وعايزين يبقى معاكم فلوس وعايزين تطلعوا على اليوتيوب وتسترزقوا واعملوا كل ده، محدش قال لحد لا، بس بطريقة محترمة، بطريقة محترمة، بلاش نفتعل المشاكل، بلاش الخناقات والألفاظ والسب والقصف، حضرتك ممكن تروح تصالح امك وانتي ممكن تروحي تقولي لجوزك انا اسفه، وانت حضرتك رجع مراتك كده وخليك محترم كده في بيتك وبطل تطلع لايفات زي الستات تقعد تشتم وتقول الفاظ، كفايه بقى عك وقرف يا جماعه. انا اسفه جدا ان انفعالي مره تانية، بس فعلا الوضع بقى فوق السيطره، ويا رب يا رب كل الناس اللي موجوده ملهاش لازمه على الميديا دي تبعد، علشان الناس اللي فعلا تعبانه في محتوى تظهر ويبقى ليها مكان. وشكرا جدا، وانا اسفه اني تعبتكم معايا، شكرا.